قبل ما تشتروا اي كرياتين لازم تتفرجوا على الفيديو ده. انا مش هضيع وقتكم واقول لكم الكرياتين امان ولا لا، هل هو بيسبب تساقط شعر، هل هو الكلى، مش عارف. انا مش هضيع وقتكم في البولشيت ده. باشا انت على قناه عطيه فيت لايف، يعني هتاخد المعلومه العلميه الصح متقشره زي السوداني. ازيكم؟ معاكم دكتور عطيه، دكتور صيدلي، والنهارده هكلمكم على سكام جديده. هي جديده في مصر وفي الشرق الاوسط، ولكن هي بره هي سكام من زمان، يعني ناس كتير اتكلموا عليها، وهعرض لكم كل التفاصيل والمعلومات اللي هتحتاجوها في الفيديو ده. ليه انا مش بيج فان للكرياتين جاميز، وليه هي في رايي نصب وما تستاهلش فلوسك. Number one seller on Amazon did not have any creatine in their gummy. And it was a creatine It is gummy. a creatine gummy. Sold not because it tasted good, but because it had ostensibly creatine in it. Exactly. Here are the results. واحنا لازم نستك للكرياتين باودرز، وهكلمكم على شويه محسنات اداء كذلك ومكملات بتتعمل كرود اوف ادمنستريشن غلط او بتتاخد غلط. مبدئيا كده الكرياتين امان، تقدر تاخده عادي. السكوب بيكون من 3 ل 5 جرام، تقدر تاخده اللي هو الباودر كرياتين مونوهيدريت. ما بيسببش تساقط شعر، حتى الميتا اناليسيس اللي طلعت على ان هو بيسبب هير لوس او الوبيشيا ضعيفه. وانا باخد كرياتين من وانا عندي 15 سنه عادي، وانا اصلا لعيب سله قبل ما اكون مدرب دكتور صيدلي، فعشان كده هو ما بيسببش هير لوس او تساقط شعر. عايزك تلوم هرمون الدي اتش تي او دي هيدروتستيرون اللي بيسبب تساقط الشعر بجد، وعايزك تعالجه بجد ببروتوكولات علميه اف دي ابروف زي الفينسترايد او دوتاسترايد اللي هم الفايف الفا ريدكتيز انهبيتورز، اللي هم دي اتش تي بلوكرز اللي بيمنعوا تحول التستوستيرون للدي هيدروتستيرون اللي بيهاجم الريسبتورز الاندروجينيك اللي موجوده في السكالب، بيسبب لك تساقط شعر او ان الهير لاين بتاعك يسحب. فالكرياتين مش هو اللي بيسبب تساقط شعر، الكرياتين موجود في الفراخ واللحمه والسمك بس بكميات كبيره، واحنا بناخده بسكوب صغير عشان نقدر ان احنا نستفيد بشكل احسن منه وناخد اكبر مكاسب عضليه. طبعا هو بيخزن الميه انتراسيلولر جوه العضلات، بياخد الميه من الهاي كونسنتريشن في الدم لو كونسنتريشن عن طريق عمليه اسمها الاوزموزس، بينقل الميه جوه الخلايا جوه العضلات، بيحسن من دوره الاي تي بي او ادينوسين ترايفوسفيت، بيخليك انرجيتك 100 100 جامد قادر انك تتمرن. ده الباودر اللي احنا كلنا متعودين عليه. طيب بالنسبه بقى للكرياتين جاميز، طلعت شركه ناو اكبر شركه مكملات وفيتامينات في العالم، عملت دراسه وتحليل لمعظم المكملات اللي موجوده بره مصر في امريكا وكندا عن اشهر منتجات الكرياتين جاميز عن طريق استخدام تقنيه معمليه اسمها الهاي بريفورمانس ليكويد كروماتوجرافي. ودي باختصار حاجه احنا بنستخدمها كدكاتره معامل او صيادله شغالين في الكواليتي كنترول او الكواليتي اشورنس في المصانع بتاعه الادويه، عشان نقيس بيها مستوى السكر التراكمي اللي هو الاتش بي اي 1 سي. بنقدر ان احنا نفصل مكونات الدم، هو مينلي التقنيه دي الاتش بي ال سي الهاي بريفورمانس ليكويد كروماتوجرافي، بتستخدم عشان نفصل الدم من مكوناته الاساسيه ونعرف بقى الهيموجلوبين قد ايه، نسبة الانيميا قد ايه، السيكل سيل انيميا، ثلاسيميا، الكلام اللي زي ده. ونقدر ان احنا نعرف برضو مستوى السكر التراكمي اخر شهرين 3 عشان نعرف الشخص ده عنده دايابيتس او مرض السكري ولا لا. فشركة نامو استخدمت التقنية دي عشان تكواليفاي وتايدنتيفاي كمية الكرياتين اللي موجودة في الكرياتين جاميز في اشهر البراندز اللي في السوق، وعشان تبين للناس ان مش كل حاجة ترندي وشكلها لذيذ وطعمها حلو وطلع الانفلونسر المفضل بتاعك يتكلم عليها يبقى هي كده حاجه ينفع ان احنا نستخدمها. فالناو استخدمت الادفانسد لاب تكنيك ده في ان هي تكشف الحقيقه للناس، والنتيجه كانت صادمه. Those creatine gummies you actually buy online والمبيعات بتاعتها سكاي روكت طالعه في السماء، والناس كلها بتجربها وطعمها حلو. كرياتين بطعم الكولا، كرياتين بطعم التوت، الله هو ده الكلام، بدل بقى الكرياتين اللي طعمه كده عره وباودر كده ووحش. لا انا هاخد بقى الجاميز الجميله دي. Those creatine gummies don't contain creatine at all. خالص. زيرو. تمام؟ عندك اشهر البراندات الاوروبيه والامريكيه، لسه ما اتكلمتش على المصريه، زي استرولاب، بير بالانس، بيست بايتس، بود، كريات، كونكريات، افكتيف نيوترا، جريبي، ايرون لاب نيوتريشن، نيجورد، بيتش بيرفكت، وزوهو. في ليبل يعني لزقه كده بتكون موجوده على الكرياتين من ورا، بتقول لك والله الكرياتين ده فيه مثلا 1.2 جرام بير جامي، يعني كل علكه او كل واحده منهم فيها مثلا جرام وربع، او اوقات تانية عشان يعني يبينوا الرقم كبير 1250 مللي جرام، بس هو الجرام فيه 1000 مللي جرام، فاللي هو يعني جرام وربع، فانت محتاج تاخد 4 5 يعني عشان تاخد ال5 جرام بتوع الكرياتين. فده اللي موجود في الليبل. زي استرولاب طلع ان الليبل جامي مكتوب عليها 1250 مللي جرام، يعني جرام وربع كرياتين زي ما قلنا. ناو
طلعت ريزلت زيرو، ما فيهاش كرياتين خالص. بير بالانس طلع فيها اكتر، هي موجود الليبل مكتوب ان فيها 1000 او جرام، ناو طلعت ان فيها جرام و.1 جرام 0.1، فده اكتر، فهو مش اكيوريت برضه. بيست بايتس بتقول ان الجامي فيها 1000، ناو طلعت ان فيها اقل كتير جدا، فيها 8.7 مللي جرام. وبيست بايتس بتقول لك ان الجامي الواحده فيها 1000، خلوا بيقول لك فيها 1000 وهي في الحقيقه فيها 8.7. بود طلعت نفس الكلام اكتر، يعني فيها جرام ونص. كريات طلع فيها اقل حوالي ربع جرام، هم بيقولوا فيها 1500 مللي جرام، طلع فيها 1270 1280، برضو اقل، مش اكريت. كون كريات فيها الجامي الواحده ربع جرام، طلع فيها 28 قول 29 مللي جرام. افكتيف نيوترا طلع فيها اكتر، بتقول ان الجامي الواحده فيها جرام، طلع فيها جرام وربع، برضو اكتر. جريبي الواحده فيها جرام وربع، طلع فيها زيرو. اوكي، يخرب بيت الهكس. ايرن لاب نيوتريشن فيها 1200 مللي جرام، طلع فيها 1300 جرام وربع، طلع فيها جرام و.3، يعني برضو اكتر، مش اكيوريت. نيجورد مكتوب ان الواحده فيها جرام وربع، طلع فيها زيرو. اوكي. بيتش بيرفكت طلع فيها اكتر، وزوهو طلع فيها الضعف، يعني 2000 او 2 جرام. يعني انت مش عارف اللي انت بتاخده ده فيه ايه، يا ترى هل دي الجامي اللي فيها ولا دي الجامي اللي ما فيهاش. طب انت بتدفع فلوس عشان تاخد حاجه مكتوب عليها غير اللي فعلا تحتويه، ودي براندز اوروبيه وامريكيه وعليها بقى كميه رقابات. بص، غير بقى اللي عندنا في الشرق الاوسط، هناك اي حاجه بتتاخد اورالي او الناس بتستهلكها عليها كميه ريستراكشنز فظيعه. فتخيل ان مع كل الريستراكشنز دي قدروا ان هم يلعبوا في النسب برضه عشان يقلل من الماده الخام اللي هيستخدمها عشان يتربح اكتر. boy they don't care about you. مفيش اي حد في هذا العالم مهتم بيك، كله عايز يتربح، ياخد من جيبك اكبر قدر من الفلوس يقدر عليه، ويوهمك ان هو بيديك منتج او سيرفيس كويس. طب دي المنتجات الاوروبيه. وطبعا جريك دوست عمل يعني فيديو مسخر فيه ديريك بتاع مور بليتس مور ديتس، كان طالع في بودكاست مع جو روجن بيتكلم على الجاميز بتاعته اللي هو بيبيعها. وديريك اصلا مشهور بالسكامز، يعني برضه بالتركستيرون، كان منزل برودكت اسمه تركستيرون، ده نبات اللي هو الاجوجا تركستانيكا اللي بتجيب من جبال كده في منطقه في اسيا، ما علينا يعني. Many videos telling the world that he wasn't actually selling Ajuga turkistanica, that they lied. And then Derek's response, no, we didn't say it was turkesterone. جريك دوست بهدله وبين ان هو نصاب. Number one seller on Amazon did not have any creatine in their gummy. And it was a they're- creatine It is a gummy. creatine gummy. Sold not because it tasted good, but because it had ostensibly creatine in it. Exactly. Here are the results. Are you ready? One of the problems with gummies is oftentimes they're less likely to meet label claims. So really? Isn't it ironic? بيطلع يقول لك انا اهم حاجه عندي المصداقيه، وان الجاميز تبقى فيها مظبوطه. حرفيا انت بتاخد سكر على شكل لبانه او توفي وبتاكل، انت مفكر انت كده بتاخد كرياتين، يعني ده اللي بيحصل بره. طب اللي بيحصل بقى في مصر ايه؟ المشكله الناس تقول لي ايه، بس الاونر بتاع البراند ده محترم، ده قدوه، ده بيقول كلام مهم قوي، ده بيتكلم بشكل حلو وحنين. يا حبيب قلبي، ما هو اي حد عايز ينصب عليك هيتكلم بشكل حلو وحنين. انا لو عايز انصب عليك مش هطلع اجريسيف، مش هطلع يعني اتكلم بشكل وحش، انا عايز اكسب استعطافك ومشاعرك، ده انا محترم، ده انا هشتري من المحترم اللي بيتكلم بشكل حلو وبيديني نصايح عن الحياه. انما انا لو بتكلم بشكل اجريسيف ان انا ما عنديش حاجه اخسرها، يعني انا مش بنافس الناس دي، ما عنديش مكمل ببيعه مثلا فانا بنافسهم، فعايز اقطع عليهم اكل عيشهم. لا، انا عايز اكشف لك الحقيقه، وانا مش مهتم اهاجم حد، لان انا يعني انا مش اكل عيش السوشيال ميديا وزي شويه الهمج بتوع الاونلاين كوتش والحاجات دي. انا بقدم خدمه كوتشنج، بس الناس مرضى الكلى، الناس عندها كوليسترول عالي، عندها مشاكل في القلب، بتاخد ادويه غلط او بتتعافى من اثار الهرمونات اللي ضربتها مع كوتش تحت السلم، الحاجات اللي زي كده اللي هي الحالات الصعبه. وعشان كده الكوتشنج بتاعي مش رخيص، بقبلش اي حد. عايز اقول لكم، انا اي حد بيقول لي بكام سعر الكوتشنج يا دكتور عطيه، بقول له الاول انت عندك ايه مشكلتك، ايه تحاليلك، عايز اعرف حالتك بالتفصيل عشان اقول لك اقدر اساعدك، ولا يا باشا انت حالتك صعبه، محتاج جراحه، محتاج تدخل طبيب، محتاج ان انا يعني رحم الله امرئ عارف قدر نفسه، ما اقدرش اساعد الناس كلها، لكن في ناس معينه كده، مثلا مرضى اورام، حد عنده يعني ظرف معين مثلا، او بعد جلسات كيموثيرابي فمحتاج فيتامينز معينه او مكملات معينه وهكذا. بس الناس دي عندها راحه وطمانينه في ان هي تبيع اي حاجه باي شكل، وتنزل فيديوهات عنها وتتكلم ان هي ده كويسه وحلوه واشتري ويطلع لك بقى ناس شبه عيال ملزقه. واحد منهم للاسف صيدلي يقول لك انت عايزك تبقى ونش، انت عر يالا، انت عايزك يالا مش عارف تبقى ايه يالا، يجيب لك الكاميرا من تحت،
انت مكانك تحت، انت مصمم تبقى عرة، تعالى مش عارف ايه يلا. بل انت شكلك القعده تحت بتعجبك. تعال، هو ده مكانك يا عره، هتفضل تحت بالمنظر ده يا عره العرر. بنت راحت تغور في ده، الجروب ده مش نافع. يلا من هنا. يعني يسمي نفسه قدوة وهو عامل مولد، يعني هو عامل، عارف انت حلقة قلب الأسد، عامل حلقة قلب الأسد، قزع حرام شرعا. مية عليك زي الفل، حلو قوي، انا فخور بيك جدا. تعالى على طول. يقول لك انا قدوه. الناس اللي للاسف زي كده بيبيع ذمته عشان علبه كرياتين ولا علبه واي بروتين ب 1000 جنيه وفانيلا من براند مشهور. شايف ده ولا لا؟ تخيل كده، ده كرياتين. 1 2 3 يلا بينا. ده الكرياتين جومز بتاع ايفولف. يستاهل انك تبطل متابعته. ده لو انت عندك كرامه، انت محتاج حد يشتمك عشان يحفزك. انا مش محتاج. انت لو محتاج خليك متابعهم براحتك، يعني السوشيال ميديا اذواق يا باشا. نرجع لمرجوعنا. كرياتين لازم يكون باودر، لازم يكون جاف جدا. يعني اي كرياتين حتى يقول لك احفظه في مكان جاف، ما يبقاش مائل للحراره، يعني ما يبقاش كده زي ما انا قاعد مثلا موجه من الشمس او بيقابل الشمس او في حراره او في المطبخ في حته فوق الميكروويف او جنب الاير فراير او البوتاجاز عشان ما يمتصش الرطوبه، لان هو بيفسد. بيبقى نسبه الكرياتينين او الويست برودكت بتاعته عاليه، فانت عارفين انت بتاخد ويست برودكت بتاع الكرياتين، ما بتاخدش الكرياتين ذات نفسه. لازم الكرياتين يكون باودر ولازم يكون جاف جدا. استخدم اي براند عادي، مصري امريكي اوروبي. انا قلت في الفيديو اللي فات ان انا بستخدم عادي براند بريطاني اسمه بادي فاكتوري او بادي فيول تقريبا، مش فاكر، وفي براند تاني مصري اسمه سكيلتونز. يعني عادي خد اي حاجه، هي كده كده باودر مفيش منه مشكله. فبعد اذنكم يعني تحروا الدقه شويه. انا عارف ان مش كل واحد يعني هيقعد يريسيرش على كل برودكت هيستخدمه، وعارف ان مصر فيها كميه حاجات مضروبه كتير جدا. وحتى ادهم موسى اللي هو اللي بيلبس ماسك ترانسفورمر ده بتاع دايت اند شيت طلع وكشف كميه براندات وبروتين بارز وحاجات مضروبه، بص زي كده زيرو، يعني هي فيها زيرو من الماده الفعاله اللي فيها. يقول لك مثلا ده السكوب فيه 20 جرام بروتين وهو فيه 3، اللي هو ده الرز فيه بروتين اكتر من كده. فاهمين قصدي؟ حاجه تانية اثارت انتباهي بعيدا بقى عن الكرياتين والحاجات دي، في فتنس انفلونسر مشهور اسمه ويل تينيسون طلع اتكلم على ان هو استخدم مكملات بريفورمانس انهانسنج. انتوا متخيلين يا جماعه ان في دلوقتي الحاجات دي لسه بتتصدر لنا؟ هي موجوده بره في انجلترا وفي اوروبا وفي امريكا وكندا، بس لسه هتتصدر لنا 100%. بري ورك اوت فيب تشدها كده، دي كده انت اخدت سكوبين من البري ورك اوت. equates to 1 serving, which apparently equals an energy drink or a scoop of pre-workout. So 9 seconds for a serving. Me and the vape have something in common. Whoa. Look how cool that looks. Wow. Oh my God. This is a flavor that kids are gonna love. بس بتاخده على شكل انهيلر، يعني بتتنفسه عشان يوصل بلاد ستريم اسرع ويسمع في المخ على طول وكده، وكافيين وبتاع. في بري ورك اوت سيجاريت بطعم اللي مش عارف الكريزي مانجو ولا المانجو مش عارف ايه. I feel like Harry Potter and this is my wand. All right. Don't ask questions, just blow. No way is it lighting up. That is the cutest thing ever. Are you A+ for the experience. Oh my God, that tastes good. انت ليه عايز تقعد تلعب في الحاجه؟ مش عايز اقول لفظ تاني، هتاخد يعمل حاجه زي ما هي واستفيد بيها. الباودر رخيص والبري ورك اوت رخيص، القهوه ارخص من البري ورك اوت. عادي اشرب قهوه، دي اماني يعني بي فاكن مان. انت ليه عايز الحاجه طعمها حلو الجميله اللي مستساغه اللي شبه الجيلي كولا؟ ايه الجو ده؟ احنا اطفال، احنا صغيره. يعني مش عارف اللي بيتفرج عليا يعني ممكن يكون مثلا مش واخد باله انا عمري قد ايه. انا عندي 27 سنه يا جماعه، اقرب لل30 من العشرينات. عارف ان بيتفرج عليا ناس عندهم 40 و50 و60 سنه، ناس تانية عندها 15 و10 سنين، ويعني في كل الاعمار بتتفرج عليا. ريسبكت اول بيبل، يعني بحترم الناس كلها بكل الاعمار، وانا يعني بحترم ثقتك فيا وانك بتتفرج عليا. بس احنا كبار، والفيديو ده معمول لكل الناس اللي مهتميه بصحتها وعايزه تحسنها. بعد اذنك اهتم بجوده الحاجه اللي انت بتشتريها قبل ما تستهلك اي حاجه، او تلاقي اي حد منزل كود 10% تروح تشتري منه. ما تشتريش اي حاجه من فضلك لو سمحت.
عشان صحتك انت فجأة انت بيبقى جسمك شغال تمام وزي الفل، تيجي فجأة تلاقي حاجة ضربت، تلاقي مناعة وقعت، تلاقي جالك انيميا، تلاقي جالك كوليسترول عالي، تلاقي جالك تضخم في القلب، وانت راجل رياضي بتروح الجيم وبتاخد كرياتين وبتاخد فيتامينات وبتاخد زنك وبتاخد مش عارف ايه، نفسك اتبهدلت ليه؟ لان انت بتاخد منتجات فاسده او انت ما بتراجعش. مش معنى ان حد عنده فولورز كتير معناه ان اي حاجه يقولها صح، مش معنى ان حد بيقول لك كلام حلو على ودانك معناه ان هو صح. بعد اذنك حرر دقه لو انت مهتم بنفسك وبصحتك. يعني انت جسمك ده امانه ربنا مديها لك، جسدك فيما ابليته، مالك فيما انفقته، الحاجات دي هتسال عليها يوم القيامه. يعني اي حد بقى بيبيع اي حاجه فاسده يعني عليه من الله ما يستحق. يعني طبعا مش كل المنتجات في السوق فاسده، في منتجات يعني كويسه ومحترمه، وزي ما احنا طلعنا كده المنتجات الاوروبيه في منها الاعلى برضو مش حاجه كويسه، بس على الاقل اهو في الحاجه اللي هي موجوده، في حاجات تانية زيرو مش موجود فيها خالص. فلازم نبقى واخدين بالنا ونحاول نمان اب بقى شويه. مان فاك بعد اذنك لو سمحت استرجل، ما تتابعش اي حد، ما تسمحش ان حد يشتمك. يا عم ما تشتركش معايا في الاونلاين كوتش، انا مش عايزك ما تشتركش معايا، والله ما تشترك معايا. انا مش مهرج، انا مش طالع كل فيديو اشترك معايا حالا عشان انا هحولك في 3 شهور مش عارف ايه. انا مش زي العواطليه دول، انا راجل صيدلي وبفتخر ان انا صيدلي. اي حد من بتوع الطبيعي يكسب التريق عليا. انا عندي دوكيومنتس كتيره، عندي حاجات انا مسجلها ممكن اعمل عليهم كم فيديوهات وريتش مش طبيعي. بس يعني مش عايز بقى اخش في الجو البيف ده، ان انا بحبه الصراحه يعني، بس مش عايز اخش فيه. اي حد بيغلط فيا ان انا صيدلي، انا بفتخر ان انا صيدلي. عمري ما هبقى عواطلي، هبقى جاست اونلاين كوتش بس كده، بتابع الناس من على الواتساب وكول وفيديو كول. بالمناسبه دي طريقه المتابعه معايا، انت بتتابع معايا انا بس، مش مع ميني كوتش او مع حد من الباطن او الكلام ده. مع احترامي اللي بيعمل كده، كل واحد حر. انا بحب ان اخد ناس معينه بعدد معين بسعر معين، مش بقبل اي حد. يوميا برفض والله العظيم فوق ال 30 40 كلاينت، اقول له انا اسف مش هينفع معاك، انا اسف انت محتاج حد سعره بسيط، انا سعري هيكون غالي لان انا هديك وقت ومعلومات كتير قوي، انا مش هينفع معاك، شوف حد تاني من بتاع 500 جنيه في الشهر بقى. والناس دي ما بقللش من حد، وده تسعيرته انا تسعيرتي كده. انا شايف ان القيمه والمعلومات اللي اقدمها لك اكبر من كده. ده باختصار يعني. شغال في شركه ادويه الحمد لله، يعني مبسوط جدا. لو اليوتيوب تشانل في بعض من الناس الجميله المحترمه اللي انتوا بتحبوهم هددني ان هو يقفل قناتي زي المعلم ده كده، انا كلمت ناس مختصين يقفلوا لك قناتك. التهديد عمره ما كان بيجيب نتيجه مع الناس اللي عندها شخصيه، الناس اللي مش بيتلوى دراعها. انا ممكن اشتغل في صيدليه في شركتي او في شركه تانية في مخزن ادويه، اسافر بره مصر عادي جدا، عندي الاوبشن ان انا اسافر بره مصر وما اخترتش ان انا اسافر. الحمد لله يعني، ربنا يعني ناعم عليا جامد جدا في زحام من النعم. عندي وسايط اقدر اشتغل في اي مصنع ادويه في اي حاجه محترمه، شركات يعني متعدده الجنسيات. انا مش ميت على التورته بتاعه الكوتشنج والمكملات والهاكس ده، انا بحب انشر الحقيقه، وانا راجل صاحب فكر ورأي حر، محدش يقدر يأثر عليا، محدش يقدر ان هو يعني يهددني بقفل القناه زي اللي بيتكلم ده كده، عمال يحلف بالله العظيم ان هو طبيعي. ماشي يا عم انت حلفان، ربنا له وضعه بصراحه وله قيمته، فمش هتكلم في الموضوع ده تاني طالما انت حلفت بالله. ولكن ما تهددنيش بقفل قناتي، لان انت كده بتثبت ان كلامي صح وانك مش ناتشرال. دي قناعتي الشخصيه، بس خلاص طالما انت حلفت يا عم انت حر، ربنا يهديك ويثبتك. يا عم لو ظلمك هتحمل الذنب، مالكش دعوه، انا حر، انا حر بقى، ربنا هو الفيصل ما بيننا يا سيدي. طبعا انا اكبر من الكلام ده، فانا مش هعمل بقى فيديو تاني وفيديو تالت وخلاص الموضوع اتهرى، وانا اتكلمت عليه في فيديو بالتفصيل فالموضوع خلص. بس يعني ادي عقليه الناس بتوع الطبيعي يكسب، ان هو مش عارف يرد عليا ومش عايز يعمل فيديو عشان ما تشهرش او المتابعين بتوعه يعرفوا الكلام اللي انا قلته او كلامي يوصل لهم. ده غير بقى ان في ناس تابعوا كتير قوي دخلوا يشتموني، وناس ما زالت بتعمل عليا فيديوهات. يعني I don't care bro, I'm not عواطلي. You need a job application homie. I don't care لو الفيديو ده get demonetized. I don't care خالص مالص، مش مهتم. انا مش فاتح اليوتيوب للربح. ماشي يا عم فيوز بتجيب فلوس ماشي، بس مش ده اكل عيشي الاساسي. مش هجوع يعني لو ما جاليش الشهر ده كلاينتس ولازم اطلع كل 5 دقايق. اشترك معايا، بص انا طبيعي اشترك معايا، لازم تشترك معايا هحولك. بص التحولات دي انا عايزك تبقى زيهم. لا I am not like you, I am better, I'm stronger, I'm smarter. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. مش عارف انا دخلت في الفيلن ارك ليه. اتمنى الفيديو يكون مسلي، قولوا لي رايكم في الكومنتات. I respect you والله.
وما عنديش يا عم كراهيه والله مع اي حد، مش مهتم ان انتقد حد، انا بقول رايي بكل صراحه. بس هي الناس ما عندهاش ثقافه الانتقاد، في حاجه اسمها ضد الانتقاد. يعني ايه يعني ايه ما تقولش رايك تبقى امعه امشي كده زي الخروف ورا اي حد؟ فكر يا حبيبي، انت لو بتسمعني راجع ورايا، هو الواد ده بيقول كلام صح ولا غلط؟ طب ما تشيك كده، شوف الكلام اللي هو بيقوله ده ايه، اما شوف كده ايه اللي بيحصل، طب هو بيقول معلومه صح ولا غلط؟ فكر، شغل ده، شغله. بحبكم. لو عندي فيديوهات كتير قوي على القناه اتكلم فيها على الصحه الجنسيه، الصحه النفسيه، الهرمونات بشكل علمي. هتلاقوا فيديوهات على السبوره بتفاصيل التفاصيل. اقرا كومنتاتكم كلها. بليز سبسكرايب وتابعوني على انستجرام وعلى تيك توك، هتشوفوا برضو حاجات وستوريز وحاجات من حياتي الشخصيه. بحب اتواصل مع الناس بشكل مباشر. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. قولوا لي تحبوا اتكلم عن ايه تاني. فيديو ضياء العوضي، والله دكتور ضياء الله يرحمه، هتكلم على نظام الطيبات صدقوني، بس الموضوع عميق قوي. مش عايز اظلم الراجل والراجل ميت، مش عايز اظلمه بصراحه، ان هو كان عنده فلسفه. فهتكلم على الفيديو بتاعي صدقوني، بس اعمل ريسيرش محترم عشان هو بقاله سنين بيتكلم عن حاجات مختلفه. نظام الطيبات مش هو المين اوبجكت، لا ده في فلسفه جديده هو بيبتكرها في الطب. سيبك من جو النوتيلا والبتاع، لا سيبك من الكلام ده. حاجات تانية بقى، بيتكلم على الكانسر، زي الجسم بياخد باله من الفيروس اللي بيتقاس بالنانو. يجي لك برد تعرف انك عندك برد، وازاي مش قادر الجسم ان هو يقيس ورم قد كده عايز يستأصل، اسمه ورم حميد، الجسم مش واخد باله منه. لا جسمك بياخد باله من كل حاجه. ده حاجات من اللي هو قالها. الراجل بيقول كلام محتاج تفكير، لك ازاي اهم حاجه بس البروتين الحيواني، ومثلا النباتات كانت مثلا زي الزرافه او الحصنه او الكائنات المعضله جدا بتاكل عشب. بس في حاجه احنا لسه مش عارفينها او متخبيه علينا، واي بليف هيم بصراحه في بعض الحاجات، وفي بعض الحاجات التانية لا انا ضده فيها يعني. فعشان كده سيبوني اعمل ريسيرش محترم واجيب لكم فيديو تاني مسلي باذن الله. انا معكم دكتور عطيه، سلام.